اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام في كل مكان عبر فقره لمن يهمه الامر. والحديث في هذه الفقره دور مواقع التواصل الاجتماعي في تفعيل قيمه التكاتف والتفاعل الاجتماعي. التكافل الاجتماعي والتكاتف ديل من اهم الصفات والمميزات في الشعب السوداني بشهر غير، ومن اهم القيم الدينيه المتمسك بها السوداني في كل مكان. مع تطور الحياه انتقل التكافل الى موقع التواصل الاجتماعي، وبعد الازمه الاخيره في اسعار الدواء شهدنا في موقع الفيسبوك انتشار جروبات لتوزيع الدواء بالمجان على المحتاجين، وده محور حديثنا في هذه الفقرة لمن يهمه الأمر دور مواقع التواصل الاجتماعي في تفعيل قيمة التكافل. نسعد جدا في هذه الفقرة وهذا الصباح نرحب بالدكتورة شادة عدلان مؤسس جروب الصيدلية الخيرية. مرحبا بك. أهلا بك. أهلا بك أخ عمار، وأهلا بكل المشاهدين. أهلا بكم وسعيدة بالاستضافة. مرحبا بك. دكتورة شادة، يعني هل ما زال هناك يعني موجود التكافل الاجتماعي عندنا في السودان بداية كده؟ والله التكافل الاجتماعي موجود طبعا، انت عارف بصفاتنا يعني كسودانيين بنتكافل مع بعض، بنجيف في الحارة وفي الوضع الاقتصادي اللي بقى في البلد، وضع متردي وفي ظل غياب يعني أبسط المقومات الأساسية في الحياة، وفي ظل فشل يعني المسؤولين في إدارة موضوع الدواء، كان لابد من حلول بديلة نحاول ننقذ بها بعض الأرواح يعني. طيب أنت قلت لنا الموضوع طوال، طيب أنا بدي أسأل كنت سؤال عن جروب الصيدلية الخيرية. عرفنا أنه في يوم واحد الجروب وصل يمكن لأكثر من 20,000 34,000 حاليا، لكن هو أيوه 34,000 متفاعل مع الجروب ومتواصل مع الجروب. كده ورينا الفكرة جات من وين والتوقيت الحالي فعلا هي مع أزمة الدواء بنشهدها في السودان. الفكرة هي كانت بالاستفادة، يعني الاستفادة من مواقع التواصل الاجتماعي قدر الإمكان في إنه نعمل حاجة بسيطة. يعني إحنا ما حنغطي طبعا الحوجة، لكن حنحاول قدر الإمكان إنه إحنا نغطي ولو شيء بسيط. فعملنا جروب سميناه الصيدلية الخيرية. الصيدلية الخيرية فكرتها إنك أنت عندك دواء موجود في البيت، اتأكدت من إنه تاريخ صلاحيته ساري ما إكسبير وما كده، اتأكدت إنه مناسب مطابق لكل المواصفات، وكان مخزن في حتة كويسة، لو قطرة هي مخزنة في ثلاجة، ولو دواء مخطوط في حتة كويسة. فبتجي تعرضه، بتعرض صورته وبتحدد أنت مكانك وين، فبيجي غيرك محتاج لنفسه أو لزول من الحوالين وللدواء ده، وفي ظل الوضع الاقتصادي زي ما قلت لك، فحاجه كويسه انه يلقى الدواء ده بالمجان. الفكره كانت كده، يعني الفكره في انه يوم السبت بالليل تقريبا، انا اتعمل زي بالليل، يعني ممكن نقول صباح الاحد امبارح. فانا صراحه ما كنت متخيله التفاعل الكبير ده، لكن الحمد لله لسه الحاجات الاصيله فينا كسودانيين قاعده. فبعد ذاك بيجوا يتفاعلوا معانا يعني اولادنا خارج الوطن في 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 يعني في الدول المجاوره، مقدمين لنا المساعده. نشوف الان الصيدليه الخيريه على دي الصيدليه الخيريه. فانا صراحه سعيده جدا يعني بالصيدليه الخيريه، وبتمنى انه كل الناس تعمل سيرش على الصيدليه الخيريه وتخش وتساعد ولو بالقليل. ما ضروري انك انت يكون عندك كميه بتاعت ادويه، ممكن تساعد بس بانك انت توصل دواء من نقطه لنقطه. كيف بيتم عمليه التوصيل؟ يعني عرفنا ان الواحد عنده دواء في البيت او دواء بيتم تصويره وبيرسلوا لكم في الصفحه ذات نفسه، او في جروب معين انتم محتاجين دواء لشخص معين كده. عمليه التوصيل دي بتحصل كيف؟ المحتاج بيتواصل مع العارض الدواء، بيتواصلوا تواصل خاص، يعني احنا ما بيكون عندنا به اي علاقه حاليا، لانه الجروب عمره يوم، فلسه ما تكونت ما عندنا مكان مخصص، ولا عندنا مثلا مخزن للادويه ولا كده. وغالبا انا شايفه انه اريح انه المحتاج يتواصل مع الزول العارض طوالي. اي زول بيكون محتفظ بالادويه عنده في مكانه، بعد ذاك المحتاج بيمشي للعارض الدواء ده في مكانه، او لو ما بيقدر يوصل له عندنا ناس يتبرعوا بخدمه التوصيل، ممكن ياخذوا الدواء من الحته المعروضه للمحتاجه. بعدين احنا هسه ما شغالين عليه كل الادويه، يعني هسه الصيدليات بقت ملانه بفيتامينات وحاجات. الادويه المهمه ما في. مركزين على شنو؟ احنا مركزين على الادويه ممكن نقول المنقذه للحياه او الامراض المزمنه، يعني البخاخات بتاعت الازمه،
فيها مشكلة كبيرة جدا. مرضى الأزمة يا إخواني في البلد بيعانوا جدا من عدم توفر بخاخات الأزمة. فبيعرضوا الناس يعني، أو في كمية من الناس تبرعوا إنه يوفروا. بنتكلم عن الحقن اللي بيستعملوها مرضى الفشل الكلوي في الغسيل، حاجة مهمة جدا مفقودة. سعر الحقنة حصل 1000 جنيه من 140 ولا 40 كان جنيه؟ يعني السعر البداية اللي بدأ بيه الحقنة دي كانت حاجة بسيطة شديد 40 ولا كده، حاليا ب 1100 وحاجة. تخيل معي مريضة محتاجة ما عندها أي مصدر بتاع دخل، كبيرة في السن، ممكن تكون أمي وأمك وأم أي زول ما عنده قروش. صحيح. عندها فشل كلوي، المفروض تغسل في الأسبوع 3 مرات، فكل ما تغسل هي محتاجة للحقنة دي 3 مليون في الأسبوع. الحاجة دي لو شهر ممكن تفقد روحها يعني. ظاهر لي يعني ما حلوة في حقنا كسودانيين إنه جزء مننا يكون بيفقد في أرواحه، في أرواح أعزائه عشان ما عنده قروش يعني. وأنا دي مناشدة بقدمها لكل المسؤولين، يعني خليكم رحيمين شوية. ما في زول شغال بالعيانين يعني. في ناس بجد بتموت ما عندها قروش. دكتورة شاهد، يعني ربنا يخضر ذراعكم وربنا يقويكم ان شاء الله. وعمل الخير شيء مهم جدا وشيء يعني ما سهل انه تقدموا المجهود الكبير ده. يعني انا شايف من خلال الجروب ذات نفسه، وممكن دموعك الغاليه برضه غاليه علينا جدا صراحه، ودي دموع فرح صراحه للعمل الكبير اللي انتم بتقدموه. ان شاء الله ربنا يوفقكم وربنا يخضر ذراعكم. انا بس بعتذر في حاجه معينه، انا احتمال ما اكون دائما متوفره في الجروب او كده، فبتمنى انه ما يعني تواجدي ما يكون شيء اساسي في الجروب، لانه مرات ما حقدر اكون طوال يعني لظروفي يعني ما بتسمح لي انه دائما. انا داير اعرف منك حاجه. اختي راحتك ما مشكله. طيب انا عايز اعرف منك حاجه، الى اي مدى الجروب الان يمكن حل مشاكل لكثير من المرضى المحتاجين للادويه؟ حل والله حل كثير. انا ما عندي احصاءات لانه زي ما قلت لك الجروب بعمره يوم. لكن حل كثير يعني. التفاعل انه الناس المحتاجه كثير جدا. المحتاجين كتار. المستشفيات مليانه جدا بالمرضى بتاعين الغسيل الكلوي الما لاقين الحقن. كميه من الناس عندها الازمه ما لاقيه البخاخات، فالموضوع كبير يعني، موضوع كبير شديد. والناس ما حاسه بيه. الناس اللي عندها قروش للاسف ما حسب الموضوع. هو الناس طيب ما هو طبعا ازمه الدواء الاخيره دي مش للفقراء بس، في ناس كثيره برضه محتاجين يعني، لكن عفيفين وما قادرين انه يتكلموا. لا طبعا هم ما بيتكلموا، لكن انا بتكلم عن انه في طبقه معينه بقت في المجتمع حاليا ما حاسه بالناس المحتاجه تماما. تماما يعني كل همها انه المطعم الفلاني حاجاته رهيبه، ما عارفه شنو يعني. انا صراحه حزينه جدا في الشباب السوداني الاهتمامات يعني. اخواننا بليز المرحله الجايه دي مرحله بتاع الدواء. يا ريت مناشده هسه انا بقولها من هنا للفيسبوك، يا ريت الشهر الجاي ده ما دايرين لنا كلام في خلونا نركز في الدواء. يعني مع الدواء ايوه الدواء مهم شديد، ونكون يعني قريبين لمشاكل مجتمعنا. يعني خلاص طيب. احنا ده الموجود عندنا مشاكل الدواء خلاص يعني ما شايفه في حل من الحكومه. طيب حننتظر الناس تموت لما ربنا يفرجها، احنا نعمل اللي علينا يعني. طيب حاليا يعني التفاعل ده برضه اداكم لاي مدى مؤشرات لانه المناطق محتاجه مثلا وين يعني التفاعل بيجي من وين؟ والله طبعا الحوجه بالولايه بس ولا ما متركز عليه ولايه الخرطوم خالص. في ناس المرضى في كل مكان، وكمان بالعكس انا شايفه انه المرضى بتاعين الولايات اولى بكثير من مرضى العاصمه يعني، لانه مرضى العاصمه ممكن يلاقوا الناس اللي ممكن يساعدوهم، لكن مرضى الولايات انا حاسه انه يعني محتاجين اكثر. فمحتاجه لناس يكونوا في الولايات يخشوا في الصيدليه الخيريه. يا ريت نعمل سيرش كلنا على الصيدليه الخيريه، يتبرعوا علينا ناس في الولايات انه الادويه اللي حتجي من المتبرعين دي يخلوها معاهم، يحفظوها بطريقه معينه، يوزعوها لنا للمحتاجين. بعدين انا شايفه في نقطه مهمه انه الناس قالت ما كل المرضى عندهم فيسبوك.
ممكن يخشوا عليه. كيف ممكن تصلوا؟ طيب اي زول بيقدر يخش الصيدليه الخيريه يحاول انه يشوف لنا الناس اللي حوالينه اللي ما قادرين يخشوا الفيسبوك، يوصل يبقى هو صوت لاحتياجهم. يعني جيرانك، يتفقد جيرانك، العمارات اللي ممكن تكون قيد او البيوت القيد البناء الساكنينها ناس جنبك، يعني في الحله في البيوت بتعرف مسين قاعد براه ما عنده اولاد محتاج لدواء، بتعرف اي زول محتاج، حاول انه يوصل حوجته. فهي الفكره بس توصيل حوجه وتوفير دواء، عرض وطلب بالضبط. طيب كده. دكتوره شهد برضه عايز عفوني يعني على البكيه بس ما قدرت. لا تسلم. بدي اسالك من حاجه ثانيه برضه. يعني واضح انه من 34,000 للتفاعل حاليا مع الجروب. متوقع شنو؟ هل العدد حيزيد؟ الفكره حتمشي كيف لقدام ذات نفسها؟ هل حتقيف يعني انتهاء الازمه ولا حيحصل شنو يعني؟ والله يا عمار الدواء ده طبعا خط احمر. يعني ال 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 الأكل كل الأزمات الثانية ما زي الدواء. فالدواء ده بيمس بجد حاجة في الناس. ممكن أنت تعيش بأي طريقة في الأخير ممكن تحافظ على صحتك، لكن لما ما تلقى دواك بعد شوية يعني. فعشان كده الناس متفاعلة شديد. أنا متوقعة إنه في الأيام الجاية الحاجة دي حتقنن بطريقة أحسن من كده. بتمنى إنه مثلا نلقى حتة معينة نقدر نوفر فيها الحاجات دي، تبقى زي صيدلية، يكون عندنا ناس متبرعين بتوصيل بطريقة منتظمة. برجع بقول أنا الحاجة دي احتمال أنا براي ما أقدر أعملها، لكن محتاجة إنه الناس تكون معاي، محتاجة إنه يقفوا معاي في الموضوع ده شديد. بتمنى إنه الحاجة اللي قدام تكون ماشية كويس. ما حتنتهي أكيد بانتهاء الأزمة. أنا بتمنى إنه أزمة الدواء تتحلى في أسرع وقت ممكن. وحيكون ظاهر الحاجة دي، حتكون ظاهرة في الجروب. يعني طيب. أول ما نحس إنه الأزمة دي اتحلت أكيد الاحتياج حيكون أقل يعني. طيب أنا برضو لأنه نحن مصدر معلوماتنا حيكون كل الجروب بتاعكم. دار أعرف برضو حاجة تانية. أنت الآن الشباب معك في الجروب بيوري إنه يا أخي في حتة محتاجة كده أو في شخص محتاج لدواء معين. إلى أي متى بتحسوا إنه يا أخي فلان ده محتاج فلان ده ما محتاج، ولا التفاعل هو بس مع الحالة؟ ما بنقدر طبعا خالص نقيم إنه ده محتاج ولا ما محتاج، لأنه ده تواصل، أنت ما بتعرف زول بطريقة شخصية. موضوع الدواء ده زي ما قلت لك ما فيه أي نقاش وما فيه أي مجال للظنون والشكوك. بعد أنت وربك أنت قادر تشتري الدواء ده، عندك إمكانية تشتري الدواء، يا ريت ما تاخده وتدي الفرصة لزول محتاج. بعدين انت وامانتك وانت واخلاقك وانت وربك. ما في حاجه بتقيم الحاجه دي، وما بنقدر خالص نحدد انه ده محتاج ولا ما محتاج. ده جروب بتاع طيب. عرض بتاع دواء، اي زول محتاج لدواء بياخذ يعني. نحن شايفين يمكن على الشاشه تفاعل الشباب مع الجروب تفاعل قوي شديد. يمكن الناس بتعبر برضه عن فرحتها انه يا اخي في شباب مثابر زيكم انه بيقدموا عمل للمجتمع ولوطنهم عشان ما يحلوا عديد من الضائقه الاقتصاديه الحاصله في الموضوع ده. لكن انا شايف برضه في تفاعل من برا السودان مع مجموعه من المغتربين. عمليه التشبيك ما بينكم ما بين المغتربين بتتم كيف؟ بتتم عن طريق الجروب. يعني كل ناس في حته معينه يتبرعوا انه يوفروا لنا كميه معينه من الادويه. بس انا من هنا بناشد رجاء ما تمنعوا دخول الدواء في المطار. يا ريت اللي بيسمع كل اللي بيسمع هنا الحلقه دي او اللقاء ده ما عايزين اي، لانه يعني لو ما رحمتونا خلوا رحمه ربنا بتنزل ان شاء الله. طيب ما دايرين اي عوائق في المطار لو سمحتوا يعني. طيب دكتوره شهد برضه يعني نحن في اطار التكافل المجتمعي اللي عندنا، وده نموذج مهم جدا احنا شايفينه منكم انتم. نحن بنتكلم عن انه الجانب ممكن يكون ظرف خاص، لكن ايضا الاسر المتعففه ما بتصل للناس. هل بتحاولوا انكم يا اخي تصلوا للناس دي في محلتها، ولا اللي يجوكم الزول يعني؟ والله زي ما قلت لك يا عمار، ما بتحاولوا تتفحصوا انه يا اخي المحتاج منه ما قادر يظهر منه. في ناس برضه متعففين يعني يمكن صح. والله يا عمار زي ما قلت لك الجروب عمره يوم، فلسه احنا ما وصلنا زول في حتته، وبتمنى انه الناس توصل. اي ما قلت لك الحياه دي ما بتكون مجهود فردي، يعني كل الناس تحاول انه في الخرطوم في مدرمان في بحري في الولايات الناس تتفقد بعض. يعني على الاقل انت لما تفقد جيرانك وده يفقد جيرانه ويفقد جيرانه حنلقى انه الحته كلها غطينا الحوجه بتاعتها.
يعني اي زول محتاج ومتعفف ممكن يوصي زول معين يعرض حوجته، او انا ما شايفه الحاجه دي فيها اي حرج. يعني انا من هنا بقول كون انك انت تطلب دواء معين دي ما فيها حرج، ما فيها حرج. يعني انا لو احتجت لدواء معين حطلب، حقول انا دايره الدواء الفلاني، ما انا ما طالبه قروش ولا طالبه ذهب ولا عايزه حاجه رفاهيه. يعني انا طالبه دواء عشان يعالج لي مشكله مرضيه. طيب. يعني ما فيها خالص. انا من هنا برضو بناشد انه الناس المتعففه دي ما فيها خجله. يعني كون انك انت تطلب انك انت محتاج دواء ما فيها شيء. برفع الحرج عن اي زول يعني، ويا ريت كلنا نتفاعل عشان الموضوع ده ما فيه خجل يعني. طيب التفاعل في الجروب شباب بس ولا فئات مختلفه؟ فئات مختلفه، دي الحاجه الكويسه يعني. شباب واعمار وبنات صغار وابهاتنا، وانا شايفه يعني تفاعل قوي شديد. بتمنى انه التفاعل يتواصل، وبتمنى انه الحياه دي تمشي بجد لقدام يعني ان شاء الله. طيب دكتوره شادي، نحن عندنا هاشتاج كانت لقمه في الصباح، هل ما زال هناك وجود للتكافل المجتمعي في السودان؟ انا بجاوب بصراحه انه موجود بهذا النموذج المهم جدا، لكن كده نشوف الناس على السوشيال ميديا وعلى موقع الفيسبوك صوتت بشنو لهذه النسبه. نعم 68% لا 32%. برضو يعني نسبة لا ما بسيطة، يعني 32%، لكن بندعوهم لأنه يتفاعلوا معكم، لأنه الناس تقف مع المجتمع في قضاياه الكثيرة عشان ما نقدر نحل العديد من المشاكل. إن شاء الله. بتتمنى إنه الجروب ده يصل لكم العدد؟ والله عشان ما نقدر نحل مشاكلنا. يعني هو الجروب كل ما وصل لعدد كبير كل ما احنا حلينا مشاكل أكثر، كل ما غطينا منطقة هاي أكثر. فبتمنى إنه يوصل لأبعد عدد ممكن، يعني 200,000 300,000. أشكرك. الله يخليك. شكرا لك، وربنا يخدر ذراعكم يوم ضفاير قود الرسن وقولي عاش يحيى الوطن. شكرا جزيلا دكتورة شهد عدلان، مؤسس جروب الصيدلة الخيرية. ونحن من هنا بنحييك جدا ودموعك الغالية علينا صراحة وعلى الشعب السوداني. إن شاء الله ربنا يحل كل مشاكلنا ونكون في أمن وسلام. فاصل قصير من سماع لكم من جديد عبر صباحات سودانية، لا تذهبوا بعيدا.